القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا في هدأة ليل ونهار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم أيام خير وأيام رحمة وأيام بركات. أحبتي الكرام، موضوعنا لعلكم تتقون، وها نحن مقبلون على مدرسة رمضان، ها نحن قادمون على المدرسة الثانوية الخاصة وليست الثانوية العامة، فهناك اختلاف. فمدرستنا بالسين ثانوية، وهي ليست عامة بل هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة يربح فيها من يربح ويخسر فيها من يخسر، والخاسر خاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمن على دعاء جبريل: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقل آمين يا محمد، فقلت آمين. إن مدرسة رمضان إنما هي تأتي لتقويم السلوك الخاطئ، ويدخل فيها المسلم فيخرج منها يتفاعل مع المجتمع طيلة العام. المسلم يدخل المدرسة الثانوية الخاصة اللي هي مدرسة شهر رمضان. صلي على الحبيب محمد صلوات الله وتسليماته عليه. وكلما كثرت الأخطاء في مجتمعاتنا كلما احتجنا إلى تطبيق رمضان. كلما كثرت أخطاؤنا وزادت جرائم كثير من الناس، جرائم غريبة، وهذا ما دعاني إلى هذا الموضوع، جرائم ما كنا نسمع عنها أبدا. لما تسمع هذه الجرائم التي ما كانت تحدث قبل ذلك، إنما جرائم تشيب لها الولدان. من هذه الجرائم التي أردت أن أتكلم عن هذا الموضوع بسببها جريمة جاءت في إحدى الصحف، ولن أذكر أسماء لا صحيفة ولا أذكر أسماء تتعلق بهذه القضية. شاب يقتل أمه بسم الفئران بسبب اعتراضها على زواجه. أليس هذا بشيء عجيب؟ أليس هذا بشيء غريب أن يقتل شاب أمه؟ وكيف يقتلها؟ كيف يقتلها؟ انظر أخي الحبيب، كما جاء في هذه أو تفاصيل هذه الجريمة: يضع السم لأمه في الدواء، في الدواء، جاء لها بالدواء ووضع فيه السم. كيف تجرأ على هذا العمل؟ يضع سم الفئران لأمه وهو يحضر لها الدواء. ما هذا القلب القاسي؟ ما أجرأ هذا القلب؟ ما أقساه؟ إنه قلب الحجارة فيها رأفة عنه.
الحجارة فيها خير ومنفعة عن هذا القلب. والسبب لهذه الجريمة كما ورد أنها رفضت زواجه من فلانة، فيقدم على هذا العمل ويقتلها بدلا من أن يعالجها، وهي تأخذ دواء من مرض فإذا به يضع السم في الدواء الذي يعالجها. ما أقسى هذه القلوب أيها المشاهدون الكرام. أليست هذه الجرائم تحتاج منا إلى وقفة ونسأل ما هو السبب؟ أليست هذه الجرائم تحتاج أن نقف مع أنفسنا ونقول ما الذي أوصلنا إلى هذا الأمر؟ وشاب آخر يقتل والده، أيضا شاب يقتل والده لأنه طرده من الورشة. شاب يعمل في ورشة فإذا بأبيه يطرده لأنه يسرق منها، فما كان من عقابه إلا أنه أطلق النار عليه. جرائم تشيب لها الولدان. والله سبحانه وتعالى طالما أوصى بالوالدين في كثير من آيات القرآن الكريم. أليست هذه تحتاج إلى حلقات وتحتاج إلى جهود وتحتاج إلى مواضيع كثيرة نتحدث فيها عن هذه الأشياء؟ جريمة أخرى أيضا قرأتها وتعجبت لها. رجل يلقى حتفه في بيت من بيوت الله، ذهب ليختبئ في مسجد فقتل داخل المسجد. تقول هذه القضية لم يكن يعرف ميم عين 22 سنة سائق تاكسي أنه لن يحتفل بميلاد ابنه الذي يستعد له، لابنة ولد، ولم يمر عليه أسبوع أراد هذا الوالد أن يجهز له عقيقة ويحتفل بابنه مولوده، فإذا به يحتمي في مسجد فيجري خلفه القاتل فيطعنه في المسجد فيلفظ أنفاسه الأخيرة. إيه المشكلة؟ إيه السبب؟ لأنه ركن سيارته أمام محل، فقام صاحب المحل وأمره بالذهاب بالسيارة إلى مكان آخر فرفض، فسار خلفه بالسكين حتى دخل المسجد فطعنه في المسجد. لم يحترم بيت الله سبحانه وتعالى، وربما دخل بحذائه، وربما لم يحترم القبلة التي نقول فيها الله أكبر، ولم يحترم صفوف المصلين، ولم يحترم بيت الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بيت الله الذي نهى رسول الله أن ترتفع فيه الأصوات، ترفع فيه السكاكين. أليس هذه الأمور تحتاج منا إلى وقفة؟ الذي تجرأ على بيت الله لو كان عنده تقوى ما فعل أبدا، وما تجرأ أن يفعل هذه الجريمة النكراء. والذين شاهدوا هذا المنظر ربما لم يفعلوا شيئا، وهذه سلبية أيضا تحتاج منا إلى وقفة. ما الذي جرى أيها الإخوة الأحباب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جرى لشبابنا؟ ما الذي جرى وأكثر هذه الجرائم؟ لأنه قلت التقوى ولم نستفد من مدرسة لعلكم تتقون. رمضان يربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شيء غريب آخر انتشار السرقة. وكان السارق ربما إذا سرق وقبض عليه أو صاحب البيت يعني شعر به ربما يرتجف، ولكنه أصبح الآن مسلح، أصبح الآن السارق مستعد، وانتشرت السيوف وانتشرت السنج، حتى إنه كلما ظهرت مشاجرة، يعني رأيت بعيني الأسبوع الماضي أحد الجيران يتشاجر مع جاره لأن يعني البيت أو الشقة التي فوقه يتسرب منها الماء إليه، فما من الطرفان إلا تشاجر، فقام أحدهم واستل سيفا كبيرا كاد أن يقتل به الآخر. مشاكل بسيطة
ولكنها تتطور، وسرعان ما يسيطر علينا الشيطان، وسرعان ما ربما نرتكب الجريمة في لحظات ونندم بعد ذلك. فالسرقة أيضا أصبحت، يعني واحد بيحكي لي يقول لي إيه؟ يقول لي لقد ضاع مني هاتفي المحمول، التليفون بتاعه ضاع، فلما اتصل على رقمه الذي وجد الهاتف رد عليه وقال نعم، قال أنا صاحب التليفون. ماذا قال له؟ هل قال له أين عنوانك حتى آتي لك به؟ هل قال أو تعال إلي وخذ هاتفك؟ قال وفيها إيه؟ هو كان تليفونك لكن الآن أصبح تليفوني. تخيل لو أن هذا تخرج من مدرسة لعلكم تتقون لبحث بنفسه عن صاحب هذا الهاتف وأوصله إليه، ولا علم أنه ما يفعله إنما هو سرقة، وإنما هو خطأ، وإنما هو لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي دعاني إلى هذا أيها الإخوة الأحباب أن هذه السلوكيات قد استشرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من بلدان المسلمين، ولهذا ينبغي علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة، وأن ندخل مدرسة رمضان حتى تقوم سلوكنا، وحتى تقوم اعوجاجنا، وحتى تصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. التقوى لعلكم تتقون. إذن ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى أيها الأخ الحبيب أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية. تخيل كده لما تكون ماشي في الحر الشديد وتجد الشمس، فماذا تفعل؟ تضع مظلة فوق رأسك حتى تقيك حرارة الشمس، فأنت بهذا قد اتقيت حرارة الشمس بعازل. هكذا التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية. بماذا أجعل بيني وبين سخط الله وغضبه وقاية؟ بفعل طاعته واجتناب نواهيه. بفعل طاعته واجتناب نواهيه. هذا هو العازل، وهذا هو الواقي الذي يقيك غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى: هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تسمع تاني: أن تفعل أو تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله. صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قال هذا هو التعريف: أن تسير على طاعة الله على نور من الله سبحانه وتعالى. يبقى تعبد ربنا بوحي، تعبد الله على منهج، تعبد الله على بصيرة وعلى علم. طيب لماذا تفعل هذا؟ تخاف عقاب الله وترجو ثواب الله. تفعل ما أمر على نور من الله ترجو ثوابه، وتترك ما نهى على نور من الله وتخشى من عقابه سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وقال الإمام علي كرم الله وجهه في تعريف التقوى: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه تعريفات للتقوى: الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل، والقناعة بالقليل. حتى تكون متقي لابد أن تكون فيك هذه الأشياء، تكون بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تخاف من الله